توليا إلى فلسطين. وبعد تدمير الاحتلال الصهيوني لأغلبية مساجد غزة، تم فتح مسجد عبد الحميد ابن باديس من جمعية البركة الجزائرية، خطوة لقيت استحسان الفلسطينيين خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان. مراسل تلفزيون غزة، تلفزيون النهار من غزة، شعيب يوسف، رصد التالي. على أعتاب شهر رمضان نفتتح هذا المسجد، مسجد السيد العلامة عبد الحميد بن باديس، لنربط بين الشعبين الفلسطيني والجزائري، مع العلم بأن جميع مساجد قطاع غزة دمرت تدميرا كاملا و95% أصبحت ركاما. بفضل الله عز وجل، ثم بفضل إخواننا في الجزائر الشقيقة التي عاهدناها دائما عونا وسندا للشعب الفلسطيني المبارك، فهم السباقون في الخير والعطاء. وهذا الصرح المبارك، هذا الصرح العظيم الذي أنشأوه اليوم في هذا الحي المبارك، حي الصبرة، هذا الصرح نسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتهم. هذا الحي بحاجة إلى ماسة، إلى مسجد، كون أنها أغلب المساجد أو جميع المساجد قد دمرت، إن لم يكن بالكامل قد دمرت جزئيا ولا تصلح للصلاة. كما تعودنا دائما من الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية بدعم الشعب الفلسطيني سياسيا وماديا على مستوى العالم. وأيضا أتى بناء هذا المسجد في هذه المنطقة المدمرة الذي لا يبقي الاحتلال بها مسجدا، المنطقة بحاجة إلى هذا المسجد.